لا يغفل على أحد منكم أن الوهابية يسري بعروقهم داء الكذب والتزوير. في أحد المنتديات عرض أحد البهائم عذرا لللفظ ولكنه يليق به أحد تلك الأكاذيب بتزويره الغبي لوثيقة من مكتب السيد السيستاني دام ظله في محاولة يائسة وغبية منه أن ينال من مذهبنا الحق. هذه هي الوثيقة. طيب الآن لاحظوا، طبعا في بعض الكلام واضح. الاسم علي أكبر، متدني، الموضوع نكاح الحيوانات، البريد الإلكتروني Arab Code @hotmail.com. طيب السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا السيستاني أطال الله بعمرك وقدس الله سرك وجعلك ذخرا للأمة الإسلامية. مولانا أنا عندي سؤال محرج كثيرا، وهو يجيني تأنيب الضمير. مولاي أنا غير متزوج وأعيش بالصحراء، يعني راعي غنم، والمعذب موفر كل شيء. المعذب يعني سيد، يعني انتبهوا كلمة المعذب، خلينا نفهمكم إياها. أنا أفهم في اللهجة الخليجية بارك الله فيكم. المعذب تفهمون إيه المعذب؟ يعني صاحب الأغنام، يعني وراعي. إيه لا المعذب الله يهديكم، المعذب صاحب الأغنام، صاحب قطيع الأغنام وراعي. يقول أيوة، يقول المعذب موفر كل شيء يريده من موبايل وكمبيوتر، لكن أنا فيني شهوة جدا كبيرة. هو راعي غنم والمعذب حقه، يعني المسؤول السيد حقه. نعم المعذب، نعم تسمع المعذب يعني وكيله كفيله. أحسن. طيب يقول والمعذب موفر كل شيء أريده من موبايل وكمبيوتر، لكن أنا فيني شهوة جدا كبيرة ولا يوجد موالي لكي أتزوجها متعة، وللأسف طرأ في بالي فكرة شيطانية وأنا متحسف. أنا جامعة الخرفان والصخول وعجل صغير. لاحظ ضحايا الآن جامعة الخرفان والصقول وعجل صغير، وأنا خائف جدا لأنه أحد الخراف بطنها كبير وخاف أنها حامل. وهل يجوز نكاح الحيوانات مولانا؟ لأني سمعت من ناس حلال وشكرا باسمه تعالى. الآن لاحظوا الإجابة: لقد كانت نكاح الحيوانات قبل البعثة منتشرة، وتروى كثير من الروايات أنها حلال لكنها مكروه، والأحوط وجوبا ترك هذه العادة التي تسبب الأذى النفسي، ويجب عليك الاعتراف لصاحب الأغنام ودفع قيمتها لمالكها. لاحظوا الحل، يعني اعترف لأنه هذا الراعي شاف أحد الخراف ولا أحد النعاج بطنها كبير وخاف يكون حامل منه ينكشف سره، فهتك عرض الحيوانات. بارك الله فيكم حتى يصير زواج شرعي. والله صراحة الدين خطير، انت طيب يعني. طيب إذا نعيد الكلام. قال مولانا أنا عندي سؤال محرج كثير، وهو يجيني تأنيب الضمير. طيب نشوف ضميره ما شاء الله، كان ضميره مستتر وأصبح ضميره الآن يطفو على السطح. نعم ظاهر، هذا الضمير الظاهر. طيب مولاي أنا غير متزوج وأعيش بالصحراء، يعني راعي غنم، والمعذب موفر كل شيء أريده من موبايل وكمبيوتر، لكن أنا فيني شهوة جدا كبيرة ولا يوجد موالية لكي أتزوجها متعة، وللأسف طرأ في بالي فكرة شيطانية وأنا متحسف. أنا جامعة الخرفان صخول وعجل صغير. يا حرام العجل هذا راح ضحية معروف. وين جاب هذا العجل اسمعوا، وين جاب هذا الخرفان والصخور والعجل هذا؟ والله هذا المسكين الحزين العجل، بس طاح حظ العجل هذا. وين جابك يا عجل؟ جابك حظك المعصر مع الصخور. طيب وانا خائف جدا لانه احد الخراف بطنها كبير. طيب والخراف انتبهوا حتى تفهموا في اللغة العربية، الخراف تطلق على الإناث والذكور، تبقى خراف تطلق على الإناث، يعني النعجة والخروف الذكر نسميها خراف،
انتبه يعني ما فيها كلمة خطأ. الخراف بطنها كبير وخائف أنها حامل. وهل يجوز نكاح الحيوانات مولانا؟ لأني سمعت من ناس حلال. شكرا. الآن رد السيستاني يقول لجنة الاستفتاء نعم، يقول لا، لقد كانت نكاح الحيوانات لقد كان نكاح الحيوانات، حتى تفهم اللي يكتب ما يفهم عربي. لقد كان نكاح الحيوانات قبل البعثة منتشرة، وكثير من الروايات أنها حلال، لكنها مكروه. والأحوط وجوبا ترك هذه العادة التي تسبب الأذى النفسي، ويجب عليك الاعتراف لصاحب الأغنام ودفع قيمة هذه الأغنام لمالكها، يعني يعقد عقد عليها، يعني لأنه راح يتمتع في الأغنام الآن وما اتفق على المال الآن، فلا بد أن يدفع الآن. طبعا الآن تكون الضريبة مغلظة بارك الله فيكم. انتبهوا، إذا كان المتعة في الوقت العادي الليلة أو الساعة $10 الآن، لأنه هذا اخترق وهتك عرض الطفولة، قصدي عرض الطفولة ولا عرض الحيوانات، فلا بد أن يدفع دية مغلظة بارك الله فيكم. طيب الآن شوف الرد الآن. طيب الآن عندما نكشف ونفضح عرضه ونفضح تهتكه، الآن بدي يرد الآن. واحد أولا هذا اللي كاتب الآن يقول إنه شوف الآن لاحظوا التزوير في الطباعة، فردود مكتب سماحة السيد دائما وأبدا تأتي مكتوبة بخط اليد وليست مطبوعة. طبعا كذاب هذا حتى تفهم القضية، لأنه هذا تكتب إلكترونيا الآن، نقلها من موقع. كيف بده يكتبها كتابة يد حتى تفهم اليدي ثم ينقلها؟ ما تكتب كتابة يد، في عنده الطباع يطبع الكمبيوتر دق 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 دق. ثانيا لا أعتقد أن هناك عاقل يقوم بهذا الفعل إلا من لهم أصول حيوانية مثل السائل الأعلى. عجيب أمركم. الرجل قال لك الآن ما عندي موالية أتمتع فيها الآن، وأنا رجل عندي طاقة هائلة، يعني بدون ما يأخذ لا فياجرا ولا أي شيء، الولد عنده طاقة ونشاط زائد، بده يفرغ هذا النشاط الزائد في الحيوانات. طيب ثالثا أي مجنون سيصدق أن شخصا قام بهذا الفعل المقرف؟ عجيب أمرك، ليه تستبعدوا يعني؟ طب هو إذا أنتم الآن تفخذوا الرضيع الآن، وهذا عمل مو مقرف، أقرف من المقرف. الساعة الحيوانات أشرف الآن من إنك تأتي إلى طفل رضيع بعد. المخالف للطبيعة البشرية أن يعلن للملأ اسمه وإيميله وعمله. طيب هو أعطاك الاسم بلكن غلط، بس أعطاك الإيميل والعمل على أساس أنه بين لك العمل. طيب وأي راعي غنم الآن؟ طيب وكتب لك اسم وإيميل. شوف بالله عليكم البرد حمار برخصة قال. طب هو شوف ما الذي عرفك أن اسمه حقيقي الآن؟ من الذي عرفك أنه اسمه حقيقي حتى تفهم الحمار اللي برد الآن؟ طيب خلينا نشوف نكمل نشوف الجحش ماذا يقول الآن. طيب الآن أي مجنون سيصدق أن شخصا قام بهذا الفعل المقرف والمخالف للطبيعة البشرية أن يعلن للملأ اسمه وإيميله وعمله؟ طيب ما هو أنتم دينكم كله قائم على مخالفة الفطرة يا أقذار، الآن بترد عليه بهذه الطريقة. رابعا نحن نقول للمرجع المتوفى قدس الله سره، وكما نعلم أن السيد السيستاني أطال الله بعمره الطاهر لا زال على قيد الحلال، فأي غباء أوقعوا أنفسهم فيه. عجيب أمر. وقد جاء رد مكتب سماحته على هذه الوثيقة بهذا الرد. خلينا نشوف الرد طيب نشوف الرد الآن. طبعا الآن شوف أنا أكشف لكم الآن الكذب يا صلاح الدين. الآن جاء الرد، لاحظ هذا اللي بينقل الرد حمار اللي يحتج على الرد جاء مطبوعا. خذ الآن حتى تفهموا. خلاص بدي أبين لكم الآن، أنا أنقل لكم الآن، اصبروا خلينا أورجيكم الآن، أفلد لكم الأمر. الآن هو يقول يحتج على أن السيد يطبع طباعة، أن السيد يكتب بخط اليد. طيب الآن انتبهوا الآن.
وين الآن؟ خلينا نطبع. ما يظهر معنا يا أخواني، عجيب والله ما أدري. طيب ما نسحب فيه، خليكم الآن. أول شيء ثقوا في كلامي الآن، خليكم معي. اللي يسمعني يكتب رقم 1. ثقوا في كلامي. ماذا أنقل لكم؟ وين الغرفة راحت؟ ثقوا في كلامي. الآن هو يحتج على أنه يريد أن يثبت أن هذه الفتوى ليست من عند السيستاني، وأن السيستاني يكتب بيده، والآن الرد جاء بالطباعة كما الآن نفس الفتوى. سبحان الله، حتى تفهموا الكذب والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. الآن الكذب، الرد جاء كما كانت الفتوى الأولى، ويحتج على أن السيستاني يكتب بيده، والآن مع الرد مطبوعا. طيب، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. كما نعلم بأن 19 دين الوهابية هو الكذب. لا عليكم، سمعتوا عندنا 19. شفت التخبط الآن؟ أنا ما أعرف من اللي 19 دين الكذب. رأيتم الكذب الآن؟ ولكن أنتم يا شيعة 19 الدين عندكم الكذب، وعندكم العشر الذي تصدقون فيه عندما تقولون أن ديننا دين التقية. أنا أقول أنت تصدق يا في العشر الأخير عندما تقول أن ديني دين الكذب والدعارة. هذا هو. إذن كيف نعلم بأن كما نعلم بأن 19 دين الوهابية هو الكذب، وسلسلة الكذب والتزوير عندهم متواصلة، وآخر شيء أتوا به هو فتوى مزورة لمكتب سماحة المرجع الدين الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام عزه. طيب، وفي الحقيقة قد نشر الوهابية هذه الفتوى في منتدياتهم بغرض الطعن في فقه الشيعة وشخص مرجعنا العظيم دام عزه. ولذلك أتمنى من القائمين على مكتب سماحة المرجع دام عزه بأن يرسلوا لي رسالة مصورة كالذي في المرفقات يكذب وينفي صدور هذه الفتوى. خذوا إيش يكتب الفتوى؟ أبوكم على أبو دينكم ولكم، حتى الإملاء ما تعرفوا تكتبوها يخرب بيتكم. الفتوى من الفتوة، يعني من القوة والعضلات. لاحظوا ما كتب الفتوى، وحتى الإملاء ما تعرف تكتبوها يا حمير. ألا قبحكم الله. قال الفتوى الفتوة. يعني من يقرأها بده يقرأها الفتوة. أنت شاب عندك فتوة، عندك عضلات وعندك يعني جراندازر بعد. طيب، الفتوة وين وصلنا؟ الفتوة حتى أقوم باللازم. طيب، بالأزم. خذ اللازم باللازم، هكذا تكتب باللازم. طيب، والرد على هذه الفرية في المنتديات لكي نزيل الشبهات، ولكم جزيل الشكر. لاحظوا شو كاتب؟ باسمه تعالى جواب مزور لا حقيقة له، ولا يجوز وطئ غير الزوجة مطلقا. انتبهوا. طيب، الآن سؤال الآن، كيف نتأكد الآن من رواياتهم في قضية الحيوانات؟ الآن سؤال، أسألكم سؤال الآن. وصلتك الرسالة أستاذي، وصلتك الرسالة أخي صلاح الدين، فهمت القضية في الفتوى الأولى؟